ومن هنا نقدر نقول ان الخلاصه من القصه ديت او النبذه او العبره من القصه ديت انه اذا واجهتك مشكله مع الاخرين فقد يكون الحل في اعطائهم اهميه خاصه بطريقه تحقق مصالحك الخاصه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلتنا الموجودة هنا على القناة، سلسلة قصة وعبرة. النهاردة إن شاء الله مع الحلقة السادسة من حلقات السلسلة، والحلقة ديت بعنوان اهتم بخصمك. والقصة دي بتتكلم عن ست عجوز. الست ديت عانت جدا من الصبية اللي كانوا موجودين في الشارع المشاغبين اللي دايما بيتلفوا لها الورود والنباتات اللي موجودة عندها في الحديقة، وقد جربت معهم اللوم والتعنيف وإبلاغ الشرطة ولكن بلا جدوى. وأخيرا اختارت أسوأ وأشر الصبية وأكثرهم سلطة وتجبرا، وأخبرته أمام جميع الأطفال أنها قد عينته قائدا عاما ومشرفا خاصا على حديقة المنزل. ومن يومها لم يتجرأ أي صبي آخر على دخول حديقتها مجددا. ومن هنا نقدر نقول إن الخلاصة من القصة ديت أو النبذة أو العبرة من القصة ديت أنه إذا واجهتك مشكلة مع الآخرين فقد يكون الحل في إعطائهم أهمية خاصة بطريقة تحقق مصالحك الخاصة. وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.